مساء الخير وعاملين ايه؟ رجعنا لكم بحلقة جديدة من كواليس المستدير. النهاردة بصراحة عندنا كلام كتير قوي عايزين نقوله عن مباريات مهمة، مباريات حصلت في الدوري الاسباني وقمة الليجا في ديربي مدريد، فهنحلل ونتكتك مع بعض المباريات. فيلا بينا نخش في الموضوع على طول. يلا بينا. خلونا النهارده متفقين ان الكسبان من الجوله دي هو برشلونه، مش ريال مدريد ولا اتلتيكو مدريد. الاثنين اتعادلوا مع بعض وادوا هديه لهانز فليك المدير الفني لبرشلونه، اللي قدروا يكسبوا اشبيليه باربع اهداف مقابل هدف، وهم بصراحه استغلوا الهديه احسن استغلال. هي الصراحه برشلونه ما خدتش الصداره لسه، لكن قربت جامد من الصداره. بقى الفرق ما بينها وبين ريال مدريد المتصدر نقطتين، والفرق ما بينها وما بين اتلتيكو مدريد نقطه واحده. وبالتالي في مباريات كتير كبيره، ولسه برشلونه هيلاعب اتلتيكو مدريد وهيلاعب ريال مدريد. فيلا بينا نتكلم على ديربي مدريد الاول. يلا بينا. الحقيقه ان الشوط الاول من ديربي مدريد كان عباره عن عك في عك من الفرقتين، ودي حقيقه فعلا. البدايه هنتكلم عن ريال مدريد. ريال مدريد في الهجوم تحديدا كان فيه عشوائيه كبيره، يعني تشوف اسامي زي فينيسيوس جونيور ورودريجو وامبابي، فانت بصراحه يعني بتتكلم على هجوم جبار. لكن كارلو انشيلوتي كان ليه راي تاني خالص. تعالوا نشوف كارلو انشيلوتي ايه اللي كان عامله مع اللعيبه دي. كارلو انشيلوتي في البدايه رودريجو بيلعب طرف شمال، بيحب يلعب على الطرف اكتر، بيكون ده بيظهر قدراته الكبيره. لكن كارلو انشيلوتي قرر معاه حاجه تانية خالص، قال له انت هتكون صانع العاب. ايوه صانع العاب بيميل للحوار ده كتير. تاني حاجه بقى فينيسيوس جونيور، فهو ما كانش عارف هو المفروض هيكون فين، يعني شويه تلاقيه على اليمين، شويه تلاقيه على الشمال، شويه تلاقيه كمهاجم، محدش فاهم له حاجه، والفكره ما كانش ظاهر خالص. اما بقى كيليان امبابي فكان بيخليه ينزل يستلم الكوره من نص الملعب وبعد كده بيختفي، لدرجه ان جارسيا الظهير الايسر لريال مدريد كان بيعرض الكور كلها لاتلتيكو مدريد. وده احنا بنتكلم على الشوط الاولاني، ان الشوط الثاني كان حاجه تانية خالص. نيجي بقى نص الملعب وخط الدفاع، فهو كان بيلعب بطريقه الضحك العالي مش الضغط العالي. ايوه زي ما بقول لكم الضحك العالي، ولا في لعيبه بتعرف تضغط ولا في لعيبه بتقدر تستخلص كوره. والمشكله ان سيميوني كان مساعد انشيلوتي قوي، يعني سيميوني هو كمان كان راكن، ما بيفكرش انه يهاجم رغم ان في مساحات كبيره قوي في دفاع ريال مدريد، لكن هو كان بيقرر انه يدافع، لدرجه ان ضربه الجزاء حتى اللي جات له اللي سجل منها الهدف الاول جت بالصدفه من غلط من تشاوميني. فهنا بقى الماتش كان ما بين اتنين فرقتين تقريبا ما كانوش عايزين يكسبوا. لكن الشوط الثاني الكلام اختلف شويه. في الشوط الثاني قرر انشيلوتي يلعب بكل لاعب في مكانه الطبيعي، من غير اي فلسفه، من غير اي عك ولا اي حاجه. فهنا ظهر خطوره رودريجو اللي بصراحه مش واخد قوي يعني شو كبير من الاعلام، وهو احسن لاعب في ريال مدريد الفتره الاخيره واكتر لاعب فعلا بيظهر في المباريات الحاسمه. فينيسيوس جونيور فكان تايه خالص، يعني حتى لما رجع مكانه ما كانش ظاهر، كان عايز يعمل جو شو، لكن كل شويه الكره تقطع منه وهو تقريبا مش مركز اصلا، مركز في عروض السعوديه ومش مركز مع الملعب. اما كيليان امبابي فهو كان بيحاول في الشوط الثاني وقدر يسجل هدف التعادل، لكن برضه ده مش كيليان امبابي اللي جماهير ريال مدريد مستنياه في المباريات الكبيره تحديدا. سيميوني الناحيه الثانيه هو كان بيلعب على المرتدات، وكلنا عارفين طبعا طريقه دييجو سيميوني انه ما بيحبش ان هو يباغت ويهاجم مهما كانت الفرصه قدامه، وده طبعا خلى المباراه انها كانت ممكن تميل لاي فريق في اي لحظه. لكن في الاخر هو الديربي انتهى بالتعادل، وبكده يكون المستفيد الاكبر ولا ريال مدريد ولا اتلتيكو مدريد، انما المستفيد هو برشلونه من التعثر ده اللي قدر يرجع من تاني للمنافسه على لقب الليجا. وتعالوا بقى نخش على مباراه برشلونه واشبيليه. تعال. قمة من قمم الليجا برضو، هي بصراحة كانت جولة القمم على ملعب سانشيز بيزخوان، ملعب إشبيلية. نشوف المباراة كانت مخبيانا إيه. البداية طبعا برشلونة محتاج يحقق المكسب عشان يستفيد من قمة الليجا بتاع ديربي مدريد، لأن هو ما قداموش خيار غير إن هو يكسب عشان يرجع من تاني للمنافسة. تعادل الهزيمة مش في صالح برشلونة تماما، فبالتالي فليك وبرشلونة كانوا داخلين طبعا في توتر في أول 5 دقايق، لأن طبعا الفريق محتاج يكسب، وفي نفس الوقت إشبيلية برضو محتاج يلم من نفسه ويكسب، لأن هو في مراكز مش كبيرة زي ما تعود دايما الفريق. فبالتالي المباراة كانت بادئة بهدوء تام لحد ما برشلونة جاله السيناريو اللي هو عايزه في الدقيقة الثامنة، وقدر ان هو يتقدم على اشبيلية في النتيجة. لكن جت المفاجأة الكبيرة ان اشبيلية قدر يتعادل بعدها بدقيقة واحدة، وده بوظ خطط برشلونة تماما. اللعيبة اتوترت من تاني، اللعيبة ولا اكنها اتقدمت في المباراة، اللعيبة رجعت انها خايفة، ومرتدات اشبيلية كانت خطيرة على برشلونة
برشلونه، والشوط الاول كان قادر ان اشبيليه انه يتقدم من تاني على برشلونه. لكن الحقيقه هانز فليك في الشوط الثاني قدر ان هو يرجع من برشلونه من جديد للماتش. وده بقى ليه؟ في خيارين عند هانز فليك دايما بيستعملها. في خيار البدني، وده بيكون للاعب جافي، ده بيكون المباريات اللي هي فيها صراعات بدنيه بيبدا بيه دايما، زي مباراه اشبيليه، وبالذات المباريات اللي هي بره ملعب برشلونه. يعني مباراه اشبيليه بيكون فيها التحامات بدنيه كبيره، فبالتالي بيكون دور جافي كبير في المباريات دي ان هو يبدا، على عكس فيرمين لوبيز. انما فيرمين لوبيز لما يكون فليك عايز يلعب كوره بشكل سريع، وعايز يلعب بشكل المرتدات، فبيقدر ينزل فيرمين لوبيز، اللي فعلا نزل في الشوط الثاني وقدر يغير النتيجه بسرعه. دقيقه 46 قدر يسجل الهدف الثاني لبرشلونه، وده سيناريو برضو مثالي لبرشلونه في الماتش. ويجي بعدها على طول رافينيا قدر يسجل الهدف الثالث بسرعه في الدقيقه 53 تقريبا، علشان يكون برشلونه ليها السيناريو المثالي انها متقدمه على اشبيليه ب 3-1. بالتالي حتى لو دخل فيها هدف فهي مش مستعجله على حاجه. لكن جه الحوار في ان فيرمين لوبيز اتعرض لطرد، وطبعا عارفين برشلونه لما بينطرد منه لاعب الفريق بيتحول لسيرك وبيتعصب بشكل كبير. شفنا ده ضد سيلتا فيجو في الدور الاول، اما المباراه كانت 2-0 لبرشلونه وبعدها اتحولت 2-2، وكان كاسادو اللي انطرد في المباراه. لكن صراحه فليك اتعلم في الموضوع ده، وقدر ينزل داني اولمو وايريك جارسيا، الاثنين اللي قدروا يحولوا الماتش تماما، وما حسسوناش خالص ان برشلونه ناقص منه حد. بالعكس، برشلونه تحسه كان كامل، واشبيليه هو اللي ناقص منه لاعب. الحاجه المميزه بقى اللي ضافها فليك للفريق فعلا انه قدر يخلي الفريق بقى عارف ان هو قادر انه يكسب بشكل كبير مهما كانت النتيجه، مهما كانت التعصب. ماتش بنفيكا تحديدا بدا التحول ده مع فريق برشلونه. ولكن في حاجه كمان مميزه ضافها، هي الكرات الثابته، وهي حل مميز لبرشلونه اللي قدر يسجل منها الهدف الرابع، وده عن طريق ايريك جارسيا اللي بصراحه مقدم فتره كبيره مع برشلونه كارتكاز الفتره الاخيره. وبالتالي قدر برشلونه انه يدخل تاني في المنافسه على صداره الليجا، ويقلل الفارق مع ريال مدريد ومع اتلتيكو مدريد. وشكلنا هنشوف جولات جايه من العيار التقيل في الليجا. وبكده تكون حلقتنا الثانيه انتهت. اتمنى تكون عجبتكم، واستنونا في حلقات جايه كتير، ومنها حلقه دوري ابطال اوروبا ان شاء الله. سلام.